سلام، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة من وصفات نميشة. جبت لكم اليوم هاد الفطيرة ولا بيتزا بدون عجين. بيتزا فارسي، تجي بزاف هايلة. هاد الفطيرة درناها بالبطاطا، يعني كي شغل معقودة محشية بلا فيونداشي، تجي بزاف هايلة. وديرنا لها اون صوص من الفوق، يعني كي شغل بيتزا صوص من الفوق والفرomاج وفرomاج غابي زيتون. الله الله عليها، تجي بزاف هايله وتجي بزاف بنينه. نبدلو شويه عن المعتاد يعني. وهذه تقدي توجديها غير في المقله بدون فرن. تجي بزاف هايله وخفيفه ايضا، توالم يعني كوجبه غداء ولا عشاء، خفيفه هكذا. نديروها من داك الاطفال تاعنا، تجي بزاف هايله. قبل ما نبداو الوصفه نتاعنا ما تنساونيش اخواتي باللايك وتعليق جميل والبارطاج مع الاحباب اذا عجبتكم الوصفه. هنا عندي بطاطا. كما دائما نقول لكم يعني الطبخ ماهوش متقيد بمقادير معينه، يعني كي نكونوا نطيبوا ماشي كيما كي نكونوا نديروا الحلويات، يعني على حسب افراد العائله. هنا عندي البطاطا على حساب افراد العائله. اذا حبيتوا هذيك الفطيره نتاعكم او البيتزا تاعكم تجي كبيره بزاف، فراح ولا ديروا زوج فطيرات، راح تضعفوا البطاطا تاعكم كما راكم تلاحظوا. وانا هذيك المقلاه كبيره في الحجم، فكما تشوفوا معايا يعني درنا شويه بزاف البطاطا. هنا عندي اخواتي بصله صغيره وعندي ثوم. راح نقطع هذيك البصله الى قطع صغيره مربعات، وراح ندير في مقلاة شويه تاع الزيت ونديرو هذاك البصل تاعنا يتشحر شويه هو وهذاك الثوم. ونقصوا له شويه النار هكذا باش ما يتنحرقش معانا. انا دائما نغطي على البصله تاعي هكذا باش طيب وما تقعدليش خضره، يعني تتغزغز. هنايا نجيبو هذيك لا فيونداشي تاعنا، نضيفوها الى هذاك البصل، لانه لا فيونداشي كما تعرفوا اخواتي اللحم المفروم بالخف ينضج معنا بالخف يطيب. هذه هي نضيفوه فوق هذيك البصل بعد ما يكون يعني نص طياب. راح نضيفو هذاك لا فيونداشي وراح بطبيعه الحال نملحو ونديرو فلفل اسود. هذا ما كان يعني في هاد الانواع من الاكلات، فلفل اسود وملح فقط. هنا بعد ما يعني نضجت معايا هذيك البطاطا، راح نرمسوها كما راكم تشوفوا معايا بالفرشيطه ولا اي اداه عندكم نتاع البطاطا، وراح نضيفوها كمكعبات نتاع الزبده. وعلاش؟ باش تجينا هذيك البطاطا تاعنا لينه وتجينا بنينه. هنايا نكون ملحناها بطبيعه الحال، ما نسلقوهاش بدون ملح، ونضيفوا لها لو فرomاج ونخلطوها مليح. هنا هذه هي المقله نتاعي اللي غادي ندير فيها هاد الفطيره. نقسموا البطاطا تاعنا الى قسمين كما راكم تلاحظوا، ونحاول نخليو القسم اكبر من الفوق لاننا ما غاديش نتحكموا في البطاطا تاعنا مليح. هكا نفرشوا هذيك البطاطا تاعنا في الاول، ونضيف اليها هذاك الحشو. انا الحشو عندي شويه قليل، لانه البطاطا عندي بزاف. نتوما اذا حبيتوا ديروا اي حشو، فلفل ولا فلفل اخضر فلفل احمر، وتزيدوا شويه زيتون، يعني تزكيو في الحشو نتاعكم. انا مديت لكم الفكره نتاع هاد الفطيره وانتم لكم الاختيار، وتقعد الاطباق مساله اذواق. هذه هي البنات. راح نضيفوا لو فرomاج، اي نوع عندك من الفرomاج، وراح نديروا شويه معدنوس، ونجيبوا البطاطا اللي بقات لنا راح نبسطوها هكا بيدينا باش تجينا ساهله اننا نغطيو هذيك الطبقه اللي بقات لنا من الفوق وتقدنا هذيك البطاطا. يعني لا باس انكم ديروا في مقلاة صغيره، تقسموا هاد لا كونتيتي الكبيره وديروا فطيرتين، لا باس بذلك. وتقسموا ايضا الحشو. هنا انا حبيت نديرها كبيره تغلب شويه، ولكن للمبتدئات ثم ديروا في مقلاة تكون صغيره على هذه هكذا باش ما تتعذبوش معاها. هنا راح نسيي نبلع كامل بهذيك الملعقه، ندهنوها شويه بالزيت ونفوتوا على البطاطا تاعنا من الفوق هكا باش تمشى معنا هذيك البطاطا
ونغلقوا كامل الحواف اللي بقاو لنا. راح نديروها طيب على نار متوسطه. هذيك هي البطاطا ما عندنا فيها لا بيض لا والو. فمره مره هكا ندوروها بيدينا. بالنسبه كي نجيو نقلبوا هاد الفطيره تاعنا لابد اننا ندهنوا مليح هاد لو بلا اللي غادي نقلبوا فيه هاد الفطيره تاعنا. ايضا ندهنوا ايضا البطاطا تاعنا من الفوق هكذا باش ما تتلصقش معنا في الوعاء اللي غادي نقلبوها فيه وتجلسي معنا بكل سهوله، ما تلصقش معنا كي نجيو نقلبوها على الجانب الاخر. يعني ديروا شويه زيت بالكفايه هكا باش ما تلصقش البنات. ناكد على هذه الخطوه باش تنجح معكم هذه الفطيره وما تغلبوش كي تجيو تقلبوها. هذه هي رانا حنا قلبناها في هذاك الوعاء اللي كنا درنا فيه الزيت بالكفايه. دهنوه مليح البنات، ناكد لكم على هذه الخطوه هكذا باش كي تجيو تجلسوها شوفوا معايا راح تهبط بكل سهوله. هذه هي نردوها على النار باش طيب لنا من الجهه الاخرى، وراح نكملوا باقي الخطوات اللي غادي نديرو في هاد البيتزا. كي شغل رانا نديرو بيتزا بدون عجين. هذه هي راح نحرك كل مره ندور هكا هاد البطاطا تاعي باش طيب لي من كل الجوانب وتتحمر معايا كيما راكم تشوفوا. كي شغل رانا نديرو معقوده كبيره بحجم عائلي. هذه هي البنات. راح نربحوا هذاك الزيت وراح نربحوا هذيك القليان وراح نبدلوا شويه في المائده نتاعنا. هنايا بالنسبه لهاد لاصوص اي صوص عندك، يعني عندك شويه صوص طوماط ديري فيه شويه تاع الماء وخليه يطيب معاك، شويه ملح فلفل اسود وشويه زعتره. يعني كي شغل راكي ديري بيتزا. هنا عندي قيس، يعني ما كاش عندي بزاف، عندي قيس 2 مغارف كبار نتاع هاد لاصوص. اذا كان عندك شويه بزاف يعني ضيفي تجي روعه البنات. وهاد لاصوص هي اللي تخلي هذاك لو فرomاج تاعنا يذوب. انا ما كاش عندي بالكفايه لذلك قعد شويه لو فرomاج ما دابليش مليح على الوجه. هنا نديرو شويه زعتره كيما راكم تلاحظوا لي صوص روج يبغيو هذاك لو غو تاع الزعتره. وراح نربيو هاد لو فرomاج تاعنا على الوجه. هذه هي نضيفوا اي فرomاج عندنا. بالنسبه لاخواتي اذا كانت المقلاة نتاعكم يعني تنجموا تدخلوها للفرن فراح تشعلوا لها من الفوق فقط، والا تغطيوها هكا بغطاء وتخليو هذاك لو فرomاج تاعكم يذوب، سورتو اذا كانت نوعيه عندكم هايله. هذه هي الفطيره تاعنا لنهار اليوم. شوفوا معايا غادي ندردر شويه معدنوس عليها على الوجه وحبه نتاع زيتون هكا نزينوا بها الوجه. يعني هاد الاكله خاصه تنجموا ديروها حتى في شهر رمضان تبدلوا شويه، والاطفال تاعنا راح تعجبهم هاد الوصفه. اكيد راح ملي تجربوا هاد الوصفه راح تعجبهم بالبزاف. يعني انا الاطفال تاعي عجبتهم بالبزاف اخواتي. راح نقسم معكم مورسو وراح تشوفوا كيفاش تجي معانا. تجي هايله محشيه بهذاك لافيونداشي وتجي البنه نتاعها اكثر من رائعه. كي شغل راكم تاكلوا لوغو تاع البيتزا ولكن ليس هناك عجين. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها وتمدوا لي رايكم في التعليقات. وإن شاء الله تجربوها في أيامكم القادمة وتعتمدوها. إلى اللقاء في وصفة أخرى جديدة مع وصفات أكثر وتشجيعاتكم لي أكثر. إلى اللقاء.